ماذا يحدث إذا أطلق أحدهم النار عليك داخل سيارة؟ في الجولة الأولى، ستختبر قناة باليستيك هاي سبيد زجاج السيارة المقوى بوضع الدمية على المقعد الأمامي. يستخدمون رصاصة عيار 9 ملم. بمجرد أن تدمر الرصاصة الزجاج، تضرب الشظايا رأس الدمية، مما يتسبب في أكبر ضرر لصورة الشخصية الكاريكاتورية. ثم وضعوا الدمية في مواجهة نافذة السائق، وأطلقوا النار بمسدس عيار 2 123. دمرت الرصاصة إلى جانب الشظايا الصورة الكاريكاتورية للدمية الهلامية بالكامل. ولكن الغريب أن المقذوف الأكبر لم يخترق رأس العنصر. هل الزجاج الأمامي أكثر مقاومة؟ مرة أخرى قاموا بإعداد 9 ملم. هذه المرة تدخل دمية جديدة المشهد، مستعدة لمواجهة الرصاص السميك بالاعتماد على قوة الزجاج الرقائقي. على عكس النوافذ المقواة، تم اختراق هذه النافذة فقط، مما أدى إلى كسر الرصاصة وتقليل السرعة قليلاً، لكنها لم تتمكن من إيقاف المقذوف. لكنها لا تزال غير قادرة على إنقاذك من رصاصة.